السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم كلكم. انا طالعه اطمنكم عليا من بعد الازمه اللي فاتت. اي حاجه انتوا كنتوا بتقولوها عني وصلت لي، وشكرا جدا للناس كتير اللي كانت واقفه في ظهري. يا جدعان بعد اذن البنات ما ينفعش تقول واقفه في ظهري، او الرجاله يعني كلمه واقفه في ظهري دي ما حدش يقولها، ما ينفعش اصلا تتقال. يعني ايه انا واقف في ظهري سوزي؟ يعني تخيل. يعني بلاش عشان عندنا ولايه والله. يعني دايما اكتف معايا ادي يا سوزي، انا عايزك بص تدي وسط الكلام كده في كلمه انجليزي، عايز تبين ان انت حاجه كده نضيفه، بس انت سوزي برضه تقدري سوزي مطريه. الحمد لله على الفتره اللي فاتت والازمه اللي فاتت. الازمه اللي فاتت دي بينت لي حاجات كتير قوي، والازمه اللي فاتت دي فوقتني جامد قوي قوي قوي. يا بنتي انت كل ما تتحبسي تقعدي تقولي انا الازمه ما تتحبس 3 مرات 3 ولا 2 مش فاكر عامه. يعني اول واحده ما بقيتلكيش. يمكن اللي حصل لي ده فوقني كتير جدا عن حاجات كتير قوي كانت في حياتي، وخلاني انضج، ابقى ناضجه، وابقى فاهمه تصرفاتي قبل ما اعملها. والله قلت لكم سوزي عقلت، انتوا مش مصدقين. انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وانا طبعا طالعه مبينه لكم انها سترونج، لان انا اكيد سترونج. والله يا سوزي مهما تعملي، ماما تقولي كلام انجليزي وسترونج واكتف والحاجات دي، هتفضلي سوزي الشارع اللي وراه. خلاص طالما حاجات نزلت على التيك توك والله عمرها ما هتتمسح. السوشيال ميديا دي معموله عشان تفضح الناس مش اكتر، بس عشان كله يقعد في حضن التاني. لكن ان انت مفكره اخواتي وبتاع، انت يا حبيبتي عامله الحوار ده كله وداخله في التيك توك وداخله في اللايفات عشان تجيبي فلوس، لكن انت ولا فارق معاك الناس ولا فارق معاك اي حد. نفسي اعرف بس مين مثلا هيجي يتصور مع سوزي، مثلا يوقفها في الشارع يقول لها بعد اذنك كنت هاخد معاك الصوره، لان نفسي اشوف الناس دي. انا مضطره ان انا اظهر على الميديا، ما كنتش هظهر دلوقتي خالص. والله انا مضطر، والله هجيب فلوس منين؟ ولا معايا تعليم ولا معايا مهاره ولا معايا اي حاجه. انا مفيش حل غير ان انا اقعد اعمل فيديوهات ويجي لي فلوس من الداعمين واخد اموال والدنيا تمشي معايا على كده، وده اللي انا طلعت عملت بيه حياتي. غير كده مفيش. يعني النت عندي لو اتقطع انا هفلس واكل من الزباله وما يبقاش معايا جنيه. بس هي دي يعني دي حياه سوزي. كل اللي طالع بقى عايز يعمل لايفات وعايز بقى يشتغل بقى شغل سوزي. اشتغل وعشان اقف على رجلي، وعشان انا ما بتكسرش. انا والله عمال اشحن النت واشحن كروت واشحن باقات وانزل فيديوهات، الدنيا معايا الحمد لله تمام. اول فيديو زي ده مثلا داخل 1,000,000 لايكات، ربنا رزقني. يعني اقول ايه؟ ده شغل. هو ده يعني ده شغل. لان انا كل حاجه اكيد اتلخبطت، كل حاجه اتغيرت، مع ان مفيش اي حاجه اتغيرت، الدنيا زي ما هي، بس كل حاجه اتغيرت معايا. مش عارفه تقولي حكمه، والله العظيم ما عارفه تقول حكمه. عايزه اقول لكم ان انا ربنا عوضني بحد كويس جدا او في حياتي. يا بنتي تعوضك ايه؟ ما هو لسه لحد دلوقتي معاكي، ما هو معاكي من اول ما سبت طارق. عملتي اسرع موف اون اتعمل في حياه السوشيال ميديا، ده لسه سماسيمو ومسايبه ميدو وما عملتش موف اون لحد دلوقتي. انا بجد 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 مهما اشكر اهلي على اللي عملوه في غيابي. لا انت شاكراهم من الاول يا حياتي، احنا هننسى؟